السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم في قناتكم متابع بعض ممنوع من العرض. زيزي مصطفى هنا قايمة بدور إنها واحدة يعني رقاصة والناس بيروحوا لها البيت وكده، فكان من ضمنهم رشدي أباظة، والراجل اللي كان في الأول ده كان بيحبها يعني، فهو حب يتخانق معاها. هُم بيشتغلوا في يعني في تفجير الجبل ويطلعوا الصخر منه، هيتخانقوا فهيقع من فوق الجبل، هيخش على إيه، على صفاء السجن رشدي أباظة. نشوف مع بعض الأول الفيلم والممثلين مع بعض. اقروا كده معايا هيخرج طبعا من السجن بعد كده. مفيش اللي ملوش الا ابن عم اللي هو توفيق الدين، متجوز واحده بحريه من بحري اللي هي مين؟ ناهد شريف. وما ادراك بقى. هتقول له يلا خد إيه، بتجيب، هو ما بيجيبش فلوس خالص، هي اللي بتصرف على البيت، وهي بتجيب فلوس منين ما حدش عارف. هدعوه في الاخر. هتقول له هات هات رشدي اباظه عندنا يقعد معانا، ده قريبك ومش عارف ايه، ما تسيبوش عباره. هيدور على شغل رشدي اباظه مش هيلاقي، لكن في نفس الوقت هو قاعد في البيت هتضحك عليه. ومن بعد كده هي اصلا بتعمل ايه بقى، بتعمل ازاي. ابراهيم الشامي ده في الفيلم صور كده، كان بيجي يلاقي له حلو فلان ده بعد ايه، بايع له كتاكيت وبايع له مش عارف ايه، تروح وبتنام معاه وكلام من ده وتجيب فلوس. وكانت ماشيه بالموضوع ده يعني. طب رشدي اباظه هيحبها جدا جدا جدا، علما بانه دايما كان بيروح لمين، لزيز مصطفى في يمارس معاها الموضوع ده، وبيديها ايه، مبلغ مالي. نفسه بقى، طب عايزين يطلعوا اسمه ايه ده من اللعبه بقى اللي هو توفيق الدين، عشان الحال يفضلهم، لان هم ايه، هي حست ان الناس كلها خلاص عرفت ان هي مش كويسه وسمعتها بطاله، وهو كمان برضه الناس بيلسنوا عليه. فيعمل ايه، فهيعمل فكره خبيثه جدا جدا. هم بيفجروا الجبل، هيحط ايه الديناميت في الحفره اللي بيعمل فيها توفيق الدين الحاجه بتاعته. وبالفعل توفيق الدين هيموت. قبل ما يموت توفيق الدين هيكون رشدي اباظه اتجوز بنت الرئيس بتاعه عشان يكسر العين بتاعت الناس، ومع ذلك ايه، ما اتكسرتش، عشان كده قتل توفيق الدين. وبعد كده هيتجوز مين؟ نهيد شريف بقى تبقى رسمي. هيجي في وسط الشغل هو مسمي نفسه بقى البريمو والحريف وانا مفيش اللي انا يعني في موضوع التكسير والتفجيرات وكده. فايوه هيفجر الجبل، فهتيجي هيحس ان الشرارة طفت، هيقرب من اللغم، هتنفجر. هنا هتكون مفاجأة كبيرة، هنلاقيه اتعمى. بدأ يبقى ايه، يفكر بقى، يعني يتفكر في دماغه ايه اللي عمله في توفيق الدين، وايه اللي عمله في البنت فلانة، واللي قالوا على مراته اللي هي دلوقتي ناهد شريف انها مش كويسة. فأول ما عرف ان هو خلاص مش هيشوف، قال لك هي هتصرف عليا، لا تصرف عليا، لا. مسكها ادالها علقة وما طلعش من البيت وكده. هي هيطلعوا من البيت في الاخر وهتجري جري. دي من احد اللقطات يعني. هو كان جايب لها الهديه دي الخلخال في رجلها. لما هتعرف في اخر الفيلم بقى الخلخال ده هيرن وهي نازله من على السلم، لان هي هتروح لمين، للصور اللي هو ابراهيم الشامي، تقعد عنده، وهو هيسمع صوتها جوه، هيخش يقتله، وهي نازله على السلم هيمسكها من رجلها لان هو اصلا ما بيشوفش، وهيقتلها هي كمان يعني. هياخد حقه او بياخد طمأنينة لانه حس هو فاهم كده يعني. علما بان هي في هذا الوقت بالذات كانت اتفقت مع السور انها مش هتعمل الكلام ده تاني، وانها تبعد عن هذه الاعمال وسيبني في حالي وكلام من ده. لكن هو طبعا سمع الحوار. طبعا الحل اللي هو عمله هو الصح يعني. والفيلم كقصة كإخراج كتمثيل يعني ما نقدرش نتكلم في فتفوتة فيه. ده وجد أباظة يا جماعة يعني. حسام الدين مصطفى يا جماعة مش ما نقدرش نتكلم ولا كلمة يعني. نسبة الإغراء في الفيلم في نسبة إغراء، الحمد لله احنا ما جبناش حاجة من عندنا يعني. والحمد لله ما حاولت أجيب لكم فيلم نضيف يعني. فيلم قيم جدا جدا. من ضمن أفلام وجدي أباظة أو سلسلة أفلامه الجميلة اللي الناس حبته عشانها. أنا شخصيا يعني فعلا مفيش زيه. ومقولة صباح الشهيرة إيه، اللي ما اتجوزتش أباظة عذراء. طبعا دي من مقولات الهجص اللي احنا كلنا سمعناها وتربينا عليها. ده انا هعمل باذن الله فيديو كامل لكل الحاجات السينمائيه اللي اتوسعت في دماغنا غلط، وهنتكلم عنها ونعرفكم ايه هو الصح وايه هو الغلط. ارجو ان اكون قد اسعدتكم بذلك، وارجو ان ينال الفيلم اعجابكم، وسهرة سعيده لكم جميعا.
وشكرا لكم على حسن الاستماع، وسهرة سعيدة لكم جميعا. شكرا.